فيلمنا بيبدأ بدخلة بتخبط في الدماغ من أول ثانية. موظفة واقفة قدام مكتب ضخم وإيديها مربوطة ورا ظهرها زي الأسيرة بالظبط. الغريبة بقى إن باين إنها مستمتعة بالعلقة اللي بيديها لها مديرها، مستسلمة على الآخر وراضية بكل اللي بيحصل فيها. بس عشان نفهم الليلة دي بدأت إزاي لازم نرجع بالزمن 6 شهور لورا. بطلة الحكاية بنت اسمها لي. البنت دي عندها هوس غريب إنها بتأذي نفسها وتستمتع بالوجع، والنهاردة بالذات ليه لسه خارجة من المصحة النفسية. والحقيقة إنها كانت حاسة إن العيشة جوه المصحة أريح لها بكتير من بره، لكن الدكتور صمم إن يشدها ويرميها في الشارع علشان تواجه الشياطين اللي جواها. يا دوب بتوصل للبيت بتلاقي الدنيا مقلوبة فوقاني تحتاني علشان فرح أختها، فبتندمج مع المعازيم وبترقص مع صاحبها القديم بيتر. لكن الفرحة دي بتتهد فوق دماغها فجأة، وده لما بتشوف أبوها لسه غرقان في الشرب ومنهار على الآخر. دماغها بتضرب منها، فبتجري على أوضتها وهي في قمة الغليان، وبتلاقي نفسها بتجرح جسمها بأي حاجة حادة بتلاقيها علشان تبرد النار اللي مولعة جواها. وده بيبين إنها لسه عطشانة للألم وإنها ما اتغيرتش خالص، لكن رغم كل ده لسه عندها أمل إنها تبني حياتها من جديد. فبتبدأ تتعلم الطباعة على الآلة الكاتبة، وبتلاقي نفسها بقت وحش فيها. ليه بتحكي إن الانحراف ده بدأ معاها من وهي لسه عيلة صغيرة في الابتدائي، وفي يوم أمها شافتها وهي بتقطع جلد إيديها بالمقص، فمن يومها وهي بتخبي عنها أي حاجة حادة في البيت. وفي ليلة من الليالي ليه بتلاقي إعلان وظيفة لسكرتيرة محامي مطبوع في جورنان قديم. فتاني يوم والدنيا بتمطر بغزارة بتروح تقدم على الوظيفة دي، وأول ما بتدخل المكتب بتلاقي الجو مريب ومكركب. موظفة لسه ماشية وبتلم حاجتها وهي مرعوبة من اللي شافته جوه. بتقابل المحامي مستر جراي، وده بقى طلع قصة تانية خالص. بيبدأ يسألها أسئلة شمال وشخصية جدا، وهي بتجاوب بجراءة وثبات غريب. مستر جراي بيقول لها إن الشغلانة دي مملة، لكن هي بتبصله بنظرة فيها تحدي واستسلام في نفس اللحظة. ولما بيشوف إنها صيدة سهلة وجاهزة لأي حاجة بيوافق يشغلها سكرتيرة عنده فورا. ومن هنا بدأت المصيبة الحقيقية. الشغلانة دي ما كانتش مجرد كتابة رسايل، دي كانت لعبة سيطرة وسادية بيمارسها مستر جراي عليها. اللي بدأت تستمتع بكل غلطة بتعملها علشان تاخد عقابها اللي بتعشقه. ومستر جراي بدأ يفرض سيطرته عليها بكل الطرق الممكنة، ومن أول طريقة قعدتها لحد طريقة لبسها وشكلها. وفجأة اللعب كبر. مستر جراي بقى بيخليها تعمل حاجات مجنونة علشان يكسر عينيها، وهي كانت بتدوب في كل لمسة وكل أمر منه. العلاقة اتحولت من مدير وسكرتيرة لسيد وعبدة في أوضة المكتب. بس الصدمة إن ليه بدأت تقع في حبه بجد، ومستر جراي كان بيحاول يهرب من مشاعره بالبرود والقسوة. المهم الدنيا ولعت لما ليه قررت إنها مش هتمشي، وفضلت مستنية أمره وهي قاعدة على الكرسي أيام من غير أكل ولا شرب علشان تثبت له إنها ملك إيده للأبد. وفي الآخر مستر جراي ما قدرش يقاوم الجنون ده وراح لها وشالها. ومن هنا بدأت حياتهم اللي كلها إثارة ووجع لذيذ، أيام ما بيفهمهاش غير اللي ده طعم السيطرة بجد. ودي كانت قصة ليه اللي لقت نفسها في حضن الوجع. في الأول الدنيا كانت ماشية سكينة في الحلاوة، ومستر جراي كان معجب جدا بشطارة ليه في الشغل وسرعتها في التنفيذ. بس يدوب كام يوم وبدأ الوش التاني لمستر جراي يظهر. بدأ يفرض سيطرته عليها بأسلوب مريب وبطريقة فيها رعب لذيذ. كان بيخليها تلم ورق قضايا من الزبالة بإيديها، وبعد ما تلمهم يقول لها ارمي القرف ده تاني. وبعدها خلاها تغير طعم السم في مصيادة الفيران اللي في اوضته. وهنا حصلت اللقطة اللي غيرت كل حاجة. مستر جراي لمح الخرابيش والجروح الصغيرة اللي على فخدة ليه، فقام رمي الكلمة في وشها وقال لها انت عندك سر مخبياه. في يوم
أبو ليه كلمها من تليفون عمومي وفضل ساكت ما بيردش، فليه فصلت وقفلت السكة في وشه بغشومية، ومن كتر الضغط طلعت العدة بتاعتها اللي بتعور بيها نفسها. والمصيبة إن مستر جراي كان عينه عليها وشايف كل حاجة، فليه اتسمرت مكانها من الكسوف ومعرفتش تنطق بكلمة. تاني يوم ليه كانت في أجازة، وراحت تتعشى مع صاحبها القديم بيتر في مغسلة هدوم، وقعدوا يفتكروا أيام زمان. وفجأة المشاعر ولعت بينهم وباسوا بعض، بس أتاري مستر جراي كان مراقب الدنيا من بعيد، وكان في قمة غضبه كأنه مش عايز حد غيره يلمس ممتلكاته. والتاني يوم في المكتب مستر جراي فرش الملاية ليه علشان غلطة إملائية في جواب، وخلاها تعيده علشان برستيجه قدام العملاء. والمصيبة إنها بعد ما عادته لقى غلطات تانية، فليه كانت هتتجنن من نفسها. مستر جراي ما اكتفاش بكده، ده بدأ يتدخل في لبسها وشكلها وحتى صوت نفسها اللي ما كانش طايق يسمعه. وفي نفس الوقت علاقة ليه بيتر كانت بتكبر، وأهله بدأوا يتكلموا في الجواز. مستر جراي اللي حسس إن ليه عجينة في إيده قعد معاها وطلب منها تفتح قلبها وتحكي له كل مشاكلها. بدأ ينصحها تبطل تأذي نفسها وتبدأ صفحة جديدة ونضيفة. ليه حست براحة غريبة معاه وصدقت إنه قبلها زي ما هي بكل بلاويها. بس يا خسارة، الهدوء اللي بين ليه ومستر جراي مدامش كتير، والعاصفة كانت لسه جاية في الطريق. ومن هنا بدأت المصيبة الحقيقية. الهدوء ده مدامش كتير، والتاني يوم ليه اتهزقت علشان غلطة إملائية تافهة. مستر جراي في الأول كان عايز يبوخها بس لما سمع صوت خنفتها ونفسها العالي فيوزه ضرب، وطلب منها تدخل المكتب بالجواب، وأمرها توطي على المكتب وتقرأ الجواب بصوت عالي. وهنا حصل العقاب اللي ليه كانت مستنياه. مستر جراي بدأ يضربها على ظهرها، والمفاجأة إن ليه كانت في قمة الاستمتاع. الألم بالنسبة لها كان مزاج وراحة نفسية ما تتوصفش، لدرجة إنها بعد العقاب ده قالت لأمها ما تقلقيش من أي حاجة حادة في البيت، ورمت كل العدة اللي كانت بتعور بيها نفسها. ليه رسمت خطة صايعة تخلي مستر جراي هو اللي يعاقبها بدل ما هي تعور نفسها، وبقت مستسلمة له تماما لدرجة انه بدأ يتحكم حتى في اكلها. العلاقة بينهم بقت نار، ومستر جراي نفسه بدأ يستمتع بدور السيد اللي بيأدب السكرتيرة بتاعته. ليه وقعت في حبه لشوشتها، وبقت في خيالها ما بتفكرش غير فيه علشان تشبع رغبتها اللي قايدة. وفي نفس الوقت بدأت تنسى بيتر خالص، لأنها ما كانتش بتلاقي معاه المتعة اللي بتدور عليها. وفجأة الدنيا اسودت في وشها لما جالها خبر إن أبوها في العناية مركزة وحالته بتتدهور. راحت لمستر جراي وهي منهارة علشان تحكيله، بس ما عرفتش تعبر عن حزنها صح، فقام طردها من المكتب بغشومية. تاني يوم مستر جراي قلب الوش وما بقاش عايز يعاقبها على أي غلطة بتعملها. اللي حاولت تستفزه بكل الطرق تغلط وتعمل مشاكل، بس هو كان بيعملها كأنها سكرتيرة عادية جدا، وده كان بيموتها من القهر. اللي وصلت لمرحلة من الجنون إنها حاولت تضرب نفسها، بس ما حستش بأي متعة. حاولت مع بيتر بس طلع طري وحنين زيادة عن اللزوم، وهي ما كانتش بتحب كده. قامت عملت حركة مجنونة وجابت دودة كبيرة وحطتها في الجواب وادته لمستر جراي. أول ما شاف المنظر جن جنونه لأنها عدت كل الخطوط الحمراء. طلب منها تدخل المكتب فورا، وأمرها توطي وتكشف عن نفسها. بس المرة دي العقاب كان مختلف تماما. مستر جراي استخدمها بس علشان يشبع رغبته وهو بيتفرج عليها، ومن غير ما يلبسها لمسة واحدة. ليه خرجت من المكتب وهي دايخة من الفرحة والارتباك، لأنها أخيرا خدت التأكيد إن مستر جراي عايزها وميت فيها زي ما هي ميتة فيه. بس اللي هي ما تعرفوش إن مستر جراي كان ندمان جدا على اللي عمله، وشايف إن دي غلطة عمره. تاني يوم مستر جراي قلب الطاولة وطرد ليه من الشغل ورمى كل اللوم عليها.
قعد يقول كلام زي السم في حقها وهي بتلم حاجتها، واداها آخر شيك بمرتبها وطردها بره حياته. ليه كانت مذلولة ومكسورة؟ لأن كل اللي رسمته في خيالها اتهد فوق دماغها، وما قالتش لأهلها إنها اتطردت، وبقت كل يوم تلبس وتنزل كأنها رايحة الشغل. بس الحقيقة إنها كانت بتقعد تراقب السكرتيرة الجديدة من بعيد وهي بتتحرق من جواها. حاولت تنسى وتدور على راجل طبيعي يحبها، بس لقت ان كل الناس تافهة وما يملوش عينيها، فقررت توقف تدوير وتراعي ابوها اللي تعبان. وفي لحظة يأس وافقت على جوازها من بيتر. بس ليلة الفرح ما قدرتش تكمل التمثيلية، وهربت بفستان الفرح وراحت لمكتب مستر جراي ورمت نفسها تحت رجليه واعترفت له بحبها المجنون. مستر جراي ما صدقهاش وقرر يختبرها بأقسى طريقة ممكنة. أمرها تحط إيديها على المكتب وتفضل واقفة مكانها زي التمثال لحد ما يرجع. الليل ليل ومستر جراي حب يختبر طاعتها، فكلم تليفون المكتب، والصدمة إنه شافها بتشيل السماعة بسنانها وهي لسه في وضعها، وده علشان تثبت له إنها ملك إيده وبس. بيتر جه علشان ياخدها، بس هي لطشته بالقلم ورجعت لوضعها على المكتب وقالت له امشي مش عايزاك. فضلت قاعدة يومين من غير أكل ولا شرب، والناس والصحافة بدأوا يتجمعوا قدام المكتب علشان يشوفوا المجنونة اللي واقفة دي. في اليوم التالت مستر جراي قلبه لان وعرف ان ليه هي الست اللي تليق بيه وبجنونه. دخلها المكتب، شربها مية وشالها ودها اوضته السرية، وهناك الرغبة انتصرت على كل حاجة، وبقت ليه اخيرا في حضن سيدها اللي بتعشقه. وبعد كام شهر اتجوزوا وبدأوا حياتهم اللي كلها مغامرات ووجع لذيذ، حياة ما بيفهمهاش غير اللي ده طعم السيطرة بجد. ودي كانت قصة ليه اللي لقت نفسها في حضن الوجع. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. سلام يا أبطال.